السلام عليكم، ان شاء الله معكم في هذا المنظر الجميل والبديع والرائع. اليوم غنتكلموا على أهمية الرياضة واحتفالا بيوم العالمي للرياضة اللي كاين كل سنة في 6 أبريل من كل سنة. نذكروا بأنه الأستاذ كمال الحلو هو اللي اقترح هاد هاد العيد هذا، وأصبح عيد كيحتفل به العالم. كنشكروه من هذا المنبر، جزاه الله عنا خيرا. والرياضة راه مهمة لأنها رافعة للتنمية ومساعدة للشباب أنهم يقويوا العضلات ديالهم ويقويوا الأذهان ديالهم باش يتحملوا مسؤوليات من أعلى مستوى. قبل ما ندخلوا في الموضوع ديال الرياضة نديروا واحد مقدمة روحانية كما العادة. نتكلموا على أهمية الاستغفار والتوبة. أهمية الاستغفار والتوبة مهمة جدا، لأنه بعد أولا كتبغي إرادة نفسية من الداخل ديالنا أننا نتوبوا لله تبارك وتعالى ونستغفر الله تبارك وتعالى، على أساس باش الإنسان يقلع على الذنوب وباش يصفي الروح ديالو ويصفي القلب ديالو باش يتحمل المسؤوليات بأكثر صفاء وأكثر نقاء وأكثر استعدادا لما هو داخل الشريعة وداخل القانون الإلهي. الأهمية ديال التوبة عندها ثلاثة ديال ديال المميزات مهمة. أولا تساعد في سعة الرزق. لما نقول سعة الرزق ما تنحصروش غير بالمال، لأنه الرزق ماشي غير المال، بل كذلك أنه الحال ديالك كيتصلح. بطبيعة الحال ما يمكنش الحال يتصلح إلا ما حاولت أنت في إصلاح حالك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن أول إحنا خصنا نحاولوا نصلحوا الحال ديالنا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو العفو، هو اللي قادر باش يعفو علينا وباش يغفر لنا الذنوب ديالنا وينصرنا في الضعف ديالنا ويعاوننا على تكاليف الحياة. إذن الميزة الأولى هي سعة الرزق. سعة الرزق هي عامة جدا، أنك تستعمل الجوارح ديالك في أعمال الخير وكتعيش في الخير، ودائما انت عايش في الخير دائما. هذه هي سعة الرزق. الميزة الثانية ديال الاستغفار والتوبة هو رغد العيش. لما نقول رغد العيش، داك المعيش اليومي ديالك ما كتعذبش فيه، يعني كتمشي مرتاح وكتجي مرتاح للعمل، والأعمال ديالك كتقوم بها براحة كبيرة وراضي على راسك. والمهم الخاطر، كاين الخاطر، هذه هي رغد العيش، يعني خدام بالخاطر وعايش زعما مرتاح. الميزة الثالثة ديال الاستغفار والتوبة هي العافية. كاين واحد ثلاثة المفردات مزيان نفهموهم. كاين العفو والعافية والمعافاة. لما نقول العفو هو من أسماء الله الحسنى، فهو العفو هو الذي يعفو عنا، يغفر لنا ذنوبنا، لأنه هو العفو هو الغفور الرحيم. العافية هي اللي كيعطينا الله تبارك وتعالى في الأبدان ديالنا ونكونوا سالمين، وكذلك في القلوب ديالنا كيغفر لنا الله الذنوب ديالنا باش القلوب ديالنا كيتصفاو وكيتنقاو، كيولي القلب ديالك صافي نقي تقي. هذه هي العافية، يعني العافية في البدن وفي القلب، مادية ومعنوية، ومحتاجين لها في الحقيقة. العافية راه الإنسان خصو يطلب الله دائما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. دائما الإنسان يطلب العافية. الميزة الثالثة ديال الاستغفار والتوبة هي قلنا رغد العيش، قلنا العافية، هي هذه الميزة الثالثة. غير ميزناها قلنا فيها العفو اسم الله الحسنى، قلنا العافية هي اللي كان نطلبوا الله تبارك وتعالى لا في البدن ديالنا ولا في العقل ديالنا ولا في القلب ديالنا. وكاين المعافاة، كاين العفو والعافية والمعافاة، ثلاثة ديال مفردات متشابهين. المعافاة هي داكشي اللي بينك وبين الناس، مثلا كيتسالوك الناس ولا كتسال الناس، الا قدرتي تعوض لهم عوض لهم، قدروا يعوضوا لك كانوا كتسالهم. ما كانش قدره باش تفهموا بيناتكم، يكون التسامح، يكون خلق الحلم، لان سيد الاخلاق هو الحلم، ان تعفو عن من ظلمك وان تصل من قطعك وتعطي من حرمك. مزيان تميزوا بالحلم، لانه علاش الى جاب الله ما تسامحناش هنا في الدنيا، كنمشيو للاخره يوم القيامه اللي تما ما كاينش لا درهم لا دولار لا اورو، كاين غير الحسنات. خاصو الحساب تياخذ من الحسنات ديالك، خاصك انت الحساب كتاخذ من الحسنات ديالك. العمله هي الحسنات. وبالتالي اللهم هنا نتسامحوا بيناتنا ونتفاهموا بيناتنا قبل ما نمشيو للزيار ونصدقوا ما في واحد الحاله
يرثى لها، لا قدر الله. نطلب الله يرزقنا ويرزقكم حسن الخاتمة. بالنسبة للموضوع ديال الرياضة، الرياضة قلنا مهمة جدا لأنها رافعة للتنمية، والرياضة مزيان نمارسوها بانتظام وبدون إسراف وبدون تبذير وبدون إجهاد. الرياضة أولا كتطور البدن ديالنا، كتعطينا قوة في البدن ديالنا، كتعطينا قوة في الدماغ ديالنا، كتكون عندنا قوة ذهنية. لأن كما تكلمت لكم في الدرس اللي فايت أو في الفيديو اللي فايت، بأنه دائما تحديد الوجهة، وتحديد الوجهة فيها 3 المحطات أساسية. قلنا هادشي، قلنا عقل للتدبير، جسد للتعبير، وروح للتحرير. أن الروح هي اللي كتحررنا في الأخير. وهاد 3 ديال المحطات في جميع ميادين الحياة. يعطينا مثال بالمصروف اليومي، نقدروا نعطوا مثال بتربية الأولاد. ما يمكنش انت يكون عندك العقل خاوي وتربي واحد الابن على أسس متينة، ما يمكنش. إذا العقل هو الأول كتبني، إذا البناء، إذا العقل للتدبير، وإذا البناء، عملية البناء. لأن قلنا البناء والأداء والإنهاء. بناء العقل بالتدبير، أداء الجسم بالتعبير، وإنهاء الروح بالتحرير. 3 المفاهيم مهمة ومحطات مهمة خصنا نعرفوها. إذا قلنا مثلا متنا بالمصروف اليوم نقدروا نطلب تربية الأولاد، لأن العقل إذا ما عندكش العقل ما يمكنش تربي واحد الابن، ما يمكنش تبني. خص العقل ديالك بعدا يتبنى باش تبني انت عقل آخر. ما يمكنش عقل اللي هو مهدم أنه يبني عقل آخر جديد. باش كتبنيه بالجسد ديالك، كتكون له قدوة، يعني جسد للتعبير، يعني أداء الجسد بالتعبير، كتكون قدوة للابن ديالك. باش ما يمكنش انت تطلب واحد تصرف وانت دير العكس ديالو، ما يمكنش. يعني انت خصك تكون قدوة للابن ديالك. وثالثا انهاء الروح بالتحرير، يعني كتكون اخلاق عاليه، كتحاول تربي في ولدك اخلاق عاليه باش كيتحرر من، وانت كتحرر راسك، وكيتحرر حتى هو من كثرة الشهوات، ولا كثرة الشبهات، ولا كثرة الأخطاء اللي هي مشينة للأخلاق ومشينة للعادات والأعراف. إذن هذا مثال ديال دوك 3 المحطات اللي تكلمنا عليهم، درناه في المصروف ودرناه في التربية، نقدروا نديروه حتى في الرياضة. بالنسبة للرياضة، العقل، بناء العقل بالتدبير، لأنه العقل ديال الرياضي كتكون عنده ذهنية اللي هي تتصرف الرياضي اللي هو كيكون الرياضي تيكون عنده الذهن ديالو ثابت ورزين وعنده الخاطر، وكيتعامل في وضعيات صعبة بطريقة بحنكة وبرودة أعصاب. هذه هي الذهنية اللي هي التدبير، ذهن للتدبير. قلنا جسد للتعبير، الرياضي يعبر بجسده. إذا الجسد هنا خص تكون فيه قوة الجسد بالممارسة اللي هي يومية وبانتظام بدون إسراف أو تبذير أو إجهاد. بالنسبة للمحطة الثالثة اللي هي الروح، أو يعني إنهاء الروح بالتحرير. الروح تنهي العملية بالتحرير، تحرر الرياضي بالروح الرياضية. نسمع كثيرا الروح الرياضية، إنه تعامل الخير بالأخلاق العالية، هذه اللي كيسموها الروح الرياضية. إذا نتمنى أن هذا العام إن شاء الله يرقكم، ونزيدكم بأن الرياضة راه كتطور شي أمور خارقة في الجسم. من بينها أنها تعطي الدماغ الاكسجين، لان فاش كتكون مضخه القلب كيخدم الانسان في جهد عضلي، القلب كيخدم بواحد الجهد، وكيعطي العقل الدم، وداك الدم كيكون محمل بالاحماض الامينيه، بالجليكوز، بالفيتامينات وبالاكسجين. هذاك الاكسجين كيمشي هو اللي كيحيي خلايا الدماغ، ودوك الخلايا الدماغ تيتخلقوا من جديد. كاين شي خلايا الدماغ كيتخلقوا بالرياضه، بالممارسه الرياضيه المنتظمه تيتخلق عندك واحد خلايا جديده في الدماغ اللي كتساعدك في التفكير وفي الذاكره كذلك، تفكر الافكار وتفكر الذكريات وتفكر المعلومات. لان كنعرفوا بان العقل راه ذكاء وذاكره، الذاكره راه مهمه في العقل والذكاء كذلك. اذا وما ننساش التغذيه السليمه اللي داخله في السياق ديال الرياضه، وما ننساش كذلك انه الانسان يحاول يديرها بانتظام، ما يمارسهاش بجهد وبقوه ونطلب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك، في هذه اللحظة المباركة، نرجوه باسمه العظيم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا استرحم به رحم، وإذا استشفع به شفع لنا. أن لا يدع لنا في مجمعنا هما إلا فرجته، أن لا تدع لنا يا الله هما إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته. ونرجوك يا الله أن ترزقنا سعة الرزق
ورغد في العيش والعافية، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.